تعال نشوف الرجاله بيعملوا ايه عندنا النهارده في شغل الكهرباء. الله ينور عليك يا حاج سامي. بتعمل ايه يا باشا؟ ايه الخيوط دي؟ ده خيط هندسه شغل. نبص على الطبيعه. تعال خلينا نشوف جوه. بص يا هندسه، صلي على رسول الله. عليه الصلاه احنا عندنا والسلام. الشغل هنا تعكيس وتربيع في المحاره، ممتاز. تمام. فانا عشان اخلي شغل العلب بتاعت الحرف بتاعها على حرف المحاره بالظبط، بشد خيط على البعد من اول الجنب واخر الجنب، بشد خيط وبشد وتر على العلبه، تمام. تمام، بحيث ان يبقى حرف العلبه على الخيط بالظبط على وش ممتاز. المحاره، تمام. ممتاز. هو ده المطلوب بقى. طيب احنا الحاج سامي اللي عايز يقوله، احنا هنا شغالين الحوائط دي بنمحرها، فبالتالي بندخل مبيض المحاره الاول يعمل لنا البقج. البقج دي فايدتها هي بتكون قيمه بروز المحاره، يعني المحاره هتكون بروزها بالشكل البقجه اللي هو معمول ده. فاحنا عايزين نركب الكهرباء، مش عايزين لما نركب الكهرباء نلاقي العلب الماجيك بتاعت الكهرباء غطسه جوه، فبالتالي لما اجي اشطب اجيب مسامير طويله ويبقى شكل عشوائي وشغل شعبي مش كويس. بالتالي بشد الخيوط بتاعتي على اول البقج، ومنها بشد وتر اعلم بيه البروز بتاع العلب بتاعتي، فبالتالي ابقى البروز بتاعت العلب بتاعتي كلها في المكان كل واحد على وش البقجه. فلما اجي اخلص محاره تبقى العلبه طبعا اولها مع اول المحاره، وشكل الشغل يبقى شكله كويس. ده طبعا التوصيف الصحيح، وده الشغل اللي المفروض يكون في كل الشغل. الله ينور عليك يا حاج سامي، وشكرا ليك.